ده غير شركته الخاصة. وعمل ده كله امتى؟ ولا ورثه؟ أبوه ملياردير. عشان كده بقى. طيب أنا عايزة أقوم بقى أحسن أتأخر. اقعدي شوية يا ماما، اقعدي ارتاحي حبة. يعني ما قلتليش مبروك. مبروك، عقبال ما تفرحي بولادها. مش عايزاكي تجيبي سيرة الأمل يا ماما، يعني عشان ما تزعلش. احنا كمان لسه ما قلناش لمي. أنا مش عارفة كل ما باجيكوا التعب بيركبني ليه. يلا عايزة أمشي. على مهلك. والله انت من نعم ربنا عليا يا حياتي. وبعدين بقى، وبعدين في الحنان اللي انت عماله ترطشيه عليا من الصبح ده كده؟ طب انا غلطانه ان انا كويسه معاكي. بس استني بس، قولي لي ايه رايك في الفستان اللي انا كنت لابساه؟ مش كنت شكلي عروسه قمر؟ بس انت يعني كنت ضامنه ان الست تبقى لطيفه معاكي كده؟ بصراحه كانت ظريفه جدا، ما همهاش اذا كنت تشتري ولا لا. بيني وبينك انا في لحظه كده حسيت ان انا صعبانه عليها. حسيت انها بتقول لي يا بنتي يلا البسي الفستان، وانت في الحقيقه عمرك ما هتلبسيه. البسيه بقى وبلاش نحرجك. يعني كانت بتكبر بخاطري، كانت يعني بتفرحني يعني شويه. ايه يا بنتي؟ ايه انت مالك بتتكلمي بانكسار كده؟ لا لا لا، ما احبش اشوفك ضعيفه. لا ده حقيقه بقى، حقيقه ومش هضحك على نفسي. لا بصراحه بقى اللي انت بتقوليه ده صعب قوي. انا عن نفسي ما احبش احس ان انا ضعيفه كده ولا منكسره. احنا كده بس انت بتكبري. ليه يعني؟ لا طبعا. ليه؟ ايه؟ عشان ما اتجوزناش يعني نبقى مساكين؟ لا يا بنت يا بنت. طب وعينيه المفنجله كده اذا كانت ستات او رجاله كده، يبصي الست من دول تبص لنا كده تمام، يا حول الله يا ربي. والراجل عينيه فيها سؤال، ليه ما اتجوزوش لحد دلوقتي؟ ليه؟ حتى لو مش لازم نسيب نفسنا لكلام الناس يحطونا في الركن الضيق ده. الدنيا واسعه. بالنسبه لنا الدنيا اضيق من خرم الابره. ليه بقى؟ لان الناس بتبص لنا وتقول ايه ده؟ دول عوانس. عوانس. اشمعنى الرجاله يعني؟ ما في كتير من الرجاله بيوصلوا سن ال50 وال60 كمان وبيقعدوا من غير جواز. محدش بقى بيقول عليهم اي كلام. حتى ما فيش كلمه بتوصف الرجاله، في كلمه بس توصف الستات: عانس. يا ستي سيبك من الفلسفه بتاعتك دي. على العموم ظروفي غير ظروفي خالص. ليه بقى ان شاء الله؟ على راسي ريشه. انت بيجيلك عرسان. ما انت كمان بيجيلك عرسان. حسره. راجل عجوز مكحكح محتاج ممرضه اليومين اللي فاضلين له. لا وبيتشرط يقول لي انا مش عايز خلفه عشان ما حدش يشارك ولادي في الورث. طب ما انت قويه اهو، وعرفتي تقولي لا ورفضتيه وقلتي من غير جواز احسن. طبعا لازم اقول لا. انا نفسي ادخل دنيا مع الراجل ده، هدخل اخره. انا بقى مشكلتي اخواتي، كل اللي هاممهم موضوع الجواز وبس. هيتجننوا من موضوع السن وعمري اللي بيعدي كده. معاهم حق يا اموله، خايفين عليكي، بيحبوكي. حب ايه بس؟ الحب ده ليه تمن. انا بقى لما بحتاج لهم انا ولا امي ما بلاقيش حد فيهم. كل واحد فيهم ملهي في حياته. ان جيتي للصراحه انا شايفه ان انت غلطانه عشان بترفضي عرسان كتير قوي. من حقي احلم بفارس احلامي. عايزه يكون وسيم وذكي وعقله كبير وشبه باباكي بالظبط كده. وفيها ايه؟ من حق احلم زي ما انا عايزه. احلامي احلامي للصبح، بس نصيحتي بقى وانت بتحلمي ابقي شدي الغطا شويه. شعرة بيضة، شعرك ابيض يا امل، وما زلت آنسة. لا هو اللفظ المظبوط بقى عانسة. هل صحيح أنا أصبحت عانس؟ موضوع مقالة كويس قوي بقى لازم يتكتب. هل صحيح أنا أصبحت عانس؟ أسمعها كلمة ثقيلة تهمس بها الشفاه حولي بحذر، خوفا أن أسمعها، ولكني لم أدرك هذا المعنى في داخلي رغم معناها في العيون التي تحاصرني.
لازلت أرى نفسي جميلة ومرغوبة. لماذا إذن يتهمني الآخرين بالعنوسة؟ إنها رغبة كل إنسان في أن يرى نفسه أفضل من الآخرين. أيها الرجال، أيتها النساء، ارحمونا من نظراتكم الضيقة. صباح الخير يا ماما. صباح النور يا منى. ايه صاحيه مبدره يعني؟ عندي الحصة الأولى. ربنا يتوب عليا بقى من شغلانة التدريس دي. ان شاء الله يا حبيبتي. على فكره يا امل، نسيت اقول لك، جوز اختك كلم لك واحد مهم قوي، عضو مجلس شعب، هيجيب لك منه جواب للوزير، بيقول انه صاحبه قوي لا يمكن يرد له طلب. صحيح والنبي يا ماما؟ صحيح يا مولي. ربنا يا بنتي ينولك كل اللي في بالك. كل اللي في بالي إن أتنقل وبس، والنبي يا رب والنبي يا رب. قادر كريم، قادر يحقق لك كل امالك ويسعدك ويريح بالك ويرزقك. وبس يا ماما وبس. ارحميني يا امي، الله لا يسيئك. بلاش موال الصبر بتاع كل يوم ده. انا سابحه رايقه، مش طالبه حاجه من ربنا اكتر من كده. ركزي بقى يا ماما، ركزي بقى شويه كده عشان ربنا يستجيب. هي دعوه واحده بس. ربنا يا بنتي كريم. طبعا ربنا كريم، بس احنا كمان بقى ما نبقاش طماعين. ربنا يا بنتي قادر على كل شيء. بقول لك ايه يا ماما، انت تركزي في دعوه واحده بس عشان ربنا يستجيب، وتفضلي تدعي كده بذمه وضمير لحد ما اخش الحمام واخرج لك. ربنا اللي يعلم انا بدعي لك قد ايه، بدعي ليل ونهار، وهفضل ادعي لغايه ما تبقى تاشيره الوزير في ايدي. بقول لك ايه يا ماما، انت تفضلي تدعي كده على طول، عرض مستمر، ما تبطليش خالص لحد ما اتنقل واستلم الشغل كمان. الله يحفظك يا امل، ربنا يسعدك يا بنتي. يا سلام لو تفضلي مبسوطه كده على طول. ماشي يا دولة، ادعي انت بس وربنا يستجيب وهتشوفي، مش هبطل ضحك. انا مش عارفه هي طالعه فيها على ايد الانسه امل دي. وبعدين بقى مين اللي بيجيب سيرة أمل؟ ابدا، كل خير ان شاء الله. اصل الاستاذ زميل جديد في المدرسه من اسره التربيه الزراعيه، وانا كنت بعرفه باسماء كل الزملاء. والله أهلا وسهلا. اهلا بيكي. هما الناس دي مش عايزين يريحوا نفسهم ويبطلوا يجيبوا في سيرتي. أنا مش فاهمة تعبانين ليه في إيه، وكل واحد يخليه في حاله، وأنا كنت شكيت لحد. انت بقيتي حاسه كده ليه؟ ما يمكن صحيح الراجل بيعرفه على اسمه. يا سلام، مش معنى أقول اسم أنا بالذات. ما يمكن هو اللي سأل عليك انت بالذات. يا سلام، هو اللي سأل عليا بالذات. هو عبد الخالق ده شايف قدامه؟ هو بس اللي حشري، يحب يدخل نفسه كده في حياة الناس. الراجل قلبه عليكي ومتعاطف مع ظروفك. شوفي بتضحكي مش رخرة. بقول لك أنا مش فاضية للكلام ده. أنا اتأخرت، عايزة أروح عندي ميعاد مهم في الوزارة، بس أنا عندي الحصة اللي بعد الجاية، عايزاكي بقى تبقي جدعة تخشي الحصة بدالي احتياطي يعني. استأذنتي ولا ايه؟ ولا استأذنت ولا حاجة، أنا مش عايزة شوشرة على الفاضي، عموما محدش يحس بحاجة. طب انا هطمن عليك ازاي؟ ابقي كلميني بالليل متأخر، لأن أنا هطلع من الوزارة على حنان أختي، لازم أقدم لها فروض الولاء والطاعة ليها وهي وإبراهيم بيه. يلا سلام. انا معاك. بقولك ايه يا انسه حياه، هي الانسه امل راحت فين؟ هتكون راحت فين يعني؟ عندها حصه وجايه تاني، كرئيسه اهي. عايز منها حاجه؟ لا، انا عايزك انت في حاجه، بس برضه بخصوصها، لان انا الحقيقه بعرف اتفاهم معاكي انت اكتر، لان انت فاهمه الدنيا اكتر منها. حاجه ايه اللي تخصها وانا افهمها اكتر منها يا استاذ عبد الخالق؟ اصل انا بعون الله جايب لها عريس. تاني يا استاذ عبد الخالق؟ ده انا اقنعته ان هو يتقدم للانسه امل، ده راجل طيب وابن حلال، وقلت الاوفق ان انت تفتحيها في الموضوع. انا معرفش حضرتك تعب نفسك ليه. انا واثقه ان امل مش هتوافق. يعني انت شايفه ان هو مش مناسب ليها؟ شايفه؟ انا متاكده. ليه بس؟ ده زي ما قلت لك، ده راجل طيب وابن حلال وخام، وانا ما صدقت ان هو رضي. وفي حد لاقي عرسان الايام دي؟ ما انت فاهمه،
ولا انا هقول لك يا انسه، والجواز ستره للبنت وانت ست العارفين. لاني عارفه ومتاكده، فانا بقول لحضرتك انه اعاد الخزانه ولا جوازة الندامه. ولاني عارفه امل كويس قوي، عارفه برضو انها مش هتوافق. انت بس كلميها وحاولي تقنعيها وتعرفيها مصلحتها. اعرفها مصلحتها؟ طب هو اسمه ايه؟ عواض صميده. صميده كمان؟ يعني امل تتجوز صميده يبقى اسمها ميسس صميده، مدام صميده؟ ايه دخل بس الاسماء في الموضوع دوت؟ على رايك ملهاش دخل خالص. طيب انا هحاول اقنعها، بس قوم انت بقى اتكل على الله. مع السلامه. صميده صميده. صباح الخير يا فندم، أنا أمل عبد الحميد. صباح النور، أي خدمة يا مدام؟ آنسة أمل عبد الحميد دراز. آسف يا أنسة، تحت أمر حضرتك، اتفضلي. أنا معايا رسالة من عبد العليم بيه خطاب عضو مجلس الشعب لسيادة الوزير. رسالة شخصية لسيادة الوزير ولا ممكن أفتحها؟ هي شخصية بس ممكن حضرتك تطلع عليها. هي بخصوص إيه إن شاء الله؟ بخصوص نقل. عبد العليم بيه يأمر، إحنا تحت أمره. سيادتك تشرب إيه؟ لا ولا حاجة، متشكرة أوي. لا متشكرة إيه؟ أنت عايز عبد العليم بيه يزعل مننا؟ أي حد من طرفه في عينينا وعلى راسنا من فوق طبعا. متشكرة أوي يا فندم، بس الكرم الحقيقي إن معالي الوزير يوافق على الطلب. لا إن شاء الله خير وإن شاء الله هيوافق. بس لازم حضرتك تشربي حاجة. أمر الأوامر العليا. شوف الست الكل تشرب إيه؟ لا متشكرة خالص، ألف شكر عارفين. خالص. شكرين يا عم جلال، مش عايزة تنفعنا. يا دي توصية جامدة قوي، يظهر إنك غالية قوي عند الباشا. من فضلك بلغيه تحياتنا وتحيات الوزير. طب يعني ممكن أعرف الرد إمتى؟ أنا من جهتي هدخل الرسالة النهاردة وهحطها على وش البوسطة وهلفت نظر الوزير ليها. إن شاء الله مقضية، ما تقلقيش. أنا متشكرة قوي، متشكرة خالص. طب أعدي على حضرتك إمتى عشان أعرف الرد؟ لا ما تتعبيش نفسك، لأن الموضوع ممكن ياخد شوية وقت يعني عقبال ما نعمل الإجراءات. وقت قد إيه يعني؟ نقول أسبوع مثلا، عقبال ما نخاطب إدارة التنظيم تلاقي لك درجة. وأنت عارفة طبعا مش سهل إن إحنا ننقل مدرسة لعمل إداري وكمان مدرسة إنجليزي، لكن إن شاء الله مقضية. أنا عارفة طبعا إنه صعب، بس مش مستحيل، والبركة في حضرتك برضه. أصل أنا ليا ظروف خاصة جدا مخلياني أطلب النقل. مفهوم، ما يكونش عندك أي فكرة. أنا من ناحيتي هبذل كل جهدي، وسيادة الوزير ما بيأخرش أي طلب لعبد العليم بيه، دول 10 عمر. يا ريت والله، أنا أصلي بسعى ورا النقل ده بقالي 3 سنين. ما تقلقيش، من فضلك سيبي لي تليفوناتك يكون موبايل، وبالكتير قوي أسبوع وأنا هتصل بسيادتك. أول ما سيادة الوزير يوافق على طول. طمني. أنا متشكرة قوي يا فندم، عموما كل تليفوناتي وعنواني موجودة عند حضرتك في الطلب. متشكرة قوي. السلام عليكم. ألف سلامة. موقف محرج بشكل. ابراهيم لما يقول انا هعمل يعمل. شخصيتي كده، طبعي كده، ويكون في علمك صداقتي بعبد العليم بيه وصداقة عبد العليم بيه بالوزير معناها اني صديق الوزير. خلاص يا ابراهيم، فهمنا عرفنا، ما توجعش دماغنا بقى. لعلمك يا ماما انا ما بحبش ابراهيم يتصدر لنا في اي حاجه عشان عمايله دي. عاجبك الكلام حنان يا دولة هانم؟ يرضيك اللي بتعمله فيا ده؟ لا طبعا ما يرضنيش، ما يصحش كده يا حنان يا بنتي. انت دلوقتي بتواجه كلامك لماما ليه؟ انت فاكرني عيله صغيره هتخوفها بامها ولا ايه؟ لا طبعا يا روحي، مش قصدي، بس ما يصحش تقولي لي وجعت دماغي قدام بنتي واختك تضحك عليا. ما ضحكتش، أنا بس اندهشت. اندهشتي ولا ضحكتي انت حره. ابراهيم مالكش دعوه باختي. مش معقول كده يا حنان، مش عارفه اتكلم كلمه في بيتي. بالراحه يا بنتي، الكلام اخد وعطا. يا ماما انا عارفه ابراهيم كويس، ما بيصدق يلاقي فرصه عشان يثبت لنا انه من العظماء واحنا اقل منه. انا ما بحبش اجي عندكم من كده، كل ما اقعد معاكم تشبكوا في بعض زي القط والفار. توم اند جيري. شفتي خليت البنت تقول علينا ايه؟ بقول لك ايه، تعالي عايزاكي في موضوع مهم جدا. لا استني، بلاش اجتماعات المغلقه دلوقتي.
لما نحلي ونشرب الشاي. يا ماما عايزة كلمتين في الخباثه على بال ما تخلصي الماتش مع بابي. مفيش بيني وبين مامتك ماتشات، احنا سمنة على عسل. بنت قلت لك استني لما نحلي. خلاص يا مي يا حبيبتي، امرنا لله، نقعد نحلي معاهم. روحي انزلي فاطمه، خليها تجيب الحلو والشاي بسرعه. يلا قومي. حاضر. عموما انا مش هستنى الاسبوع اللي قالوا لك عليه ده، انا هتصل بعبد العليم بيه واخليه يتصل بالوزير تليفونيا ويعرف النتيجه بكره ولا بعده. ميرسي قوي، والله ما عارفه اشكرك ازاي. ما تتصورش انا كنت زهقت من التدريس قد ايه. حد يسيب التدريس اليومين دول؟ ده الدروس الخصوصيه بتكلفنا الوفات. انا صحيح شاطره في شغلي قوي كمدرسه، بس ما بحبش التدريس خالص. وهو في حد برضه بيعمل حاجه بيحبها؟ ايوه، مولي ما بتعملش حاجه لما بتكون بتحبها. ما انت طالعه لها، بس يا ريتك تكوني ناجحه وشاطره زيها. ايه بقى جينا الكلام اللي ايه بقى؟ مش عاجب الكلام يا بنت ولا ايه؟ لا عاجبني، انا اقدر ما يعجبنيش. بقول لك ايه يا ستي، ما تيجي نطلع التراس، في الجو هنا يبقى خنقه؟ قعدتنا خنقه يا قلة الادب. لا سوري يا مامي، مش قصدي والله يا ستي، تعالي الحكايه تقلب ظلمه وخلف. انا مش هسكت الا لما اخلص لك موضوعك، ولو اني شايف انه احسن لك بدل مرمطه المكاتب والشغل تشوفي لك عريس تتجوزيه. متشكره جدا على النصيحه وعلى الواسطه، بس مساله الجواز دي مساله خاصه، وما احبش اي حد مهما كان انه يتكلم معايا فيها. يا ستي قلت لك يلا بقى. يلا. شفتي يا حنان طريقه كلامك خلت اختك تكلمني ازاي؟ دي يا ابراهيم. حاضر. ده انا لو متخلفه كنت برضه فهمت تلميحاتهم وكلامهم اللي زي الدبش. وبنتك اللي عامله نفسها خايفه على مصلحتي طلعت قلعه من جوزها، خرجت ورايا البلكونه وانا واقفه مع مي عشان تسم بدني بكلمتين من كلامها البايخ. ده انا خرجت مخصوص عشان اتخنقت من كلام جوزها. ايه يعني؟ عشان عمل لي خدمه لازم يقرفني، لازم يفضل يقول ويعيد ويزيد؟ يا بنتي الراجل لا عاد ولا زاد، ده كلامه العادي. وبعدين بقى كتر الف خيره هيتصل لك بالواسطه، هو قال حاجه زياده عن كده؟ قال بقى ولا ما قالش؟ المهم احنا مش عملنا الواجب وخلاص. ما تقوليليش بقى اروح لبنتك دي تاني. دي اختك يا امل، هو انتوا تستغنوا عن بعض؟ دي مش عايزالك غير كل خير. انا مش عارفه انت ليه بتقولي كده، هي كانت عملت ايه بس؟ تقدري تقولي لي هي ليه مخبيه عليا ان بنتها جالها عريس؟ ايه هغير انا من بنتها اللي قد ركبتي؟ اديكي قلتيها بنفسك، قد ركبتك. حنان كانت خايفه على زعلك يا امل، خايفه لا تتاثري. خايفه لحسن بنتها او احقد عليها. يبقى الواحد بقى ما يستغربش لما الجيران ولا الزملاء في المدرسه يخبوا جوازات ولادهم. اذا كانت اختي بتعمل كده، ما يجي زي بنتي يا ماما، دي زي بنتي وانا افرح لها، ده انا مربيها معاها. ولا هي نسيت يعني لما كانت تبقى عايزه تسافر وتقولي تعالي يا امل تعالي اقعدي مع الولاد؟ يا بنتي ما تعمليش في نفسك كده، والله كان قصدها خير وقالت لي. قالت لك؟ يعني انت كنت عارفه وما قلتليش؟ على قوي. يعني انا كده بقيت بومه وانتوا خايفين من عينيا؟ لا يا امل مالكش حق، اختك بتحبك وبتتمنى لك الخير كله. كفايه بقى يا ماما، ما ترقعيلهاش، كفايه بقى. انت اكتر واحده عارفه ان انا لو كنت عايزه اتجوز من زمان كان زماني اتجوزت. وهي الجوازات الخايبه على قفا من يشيل، واولهم جوازتها. تعالي يا بنتي في حضن ماما، تعالي. معلش يا امل، معلش يا بنتي. انا تعبت يا ماما، تعبت. ايه الاخبار؟ كلمتيها؟ كلمت مين يا استاذ عبد الخالق؟ لو سمحت اعفيني من الموضوع ده. تسمحوا لي اتدخل في الموضوع؟ انت جايب عريس جديد للانسه امل يا استاذ عبد الخالق، انت ما بتتوبش ولا ايه؟ قولي له يا مدام بوسعيد. مالكش حق خالص يا راجل، دي المره اللي فاتت كانت خلاص هتتخانق معاه، كانك لا سمح الله عايز تضرها ومش هتنفعها. ما تسيبك منها بقى يا اخي وتخليك في نفسك، دي ست طالعه فيها ومش عاجبها العجب. ما اسمحلكيش يا مدام بوسعيده، ما اسمحلكيش تتكلمي على امل بالشكل ده، لان امل فعلا مش اي حد يستاهلها. طب ما اتجوزتش لحد دلوقتي ليه؟ ولا من كتر خطابها بارت؟
ما يصحش تتكلمي على امل كده يا مدام بسيمه. امل ما مرضتش ولا حاجه، كل الحكايه ان النصيب لسه ما جاش. طب وماله بس الاستاذ سميضه؟ يعيبه ايه؟ يعيبوا النصميضه. استغفر الله العظيم، هتخلوني عيب في الناس ليه بس؟ ما فيهوش عيب يا سيدي، ما يناسبهاش. خلاص يا استاذ عبد الخالق، انت عملت اللي عليك وزياده. open your books page 13. ايه ده؟ ايه اللي اخرك بالشكل ده؟ انا مش قايله ممنوع حد يدخل فصل بعديه. انا اسفه يا مس، كنت بجيب حاجه لحضرتك، مامي جابتها لك مخصوص علشان. متشكره قوي، ده ما يديكيش الحق خالص انك تدخلي الفصل بعدي. انا اسفه يا مس، كنت بجيب كارت الخطوبه بتاعي علشان اعزم حضرتك. اتفضلي. لطيف قوي، شيك، مبروك، الف مبروك. الله يبارك فيك يا مس. بس انت لسه صغيره قوي على الجواز، ليه مستعجلين عليكي كده؟ الحقها دلوقتي بدل ما تهب مني، بابي خايف اعنس. هقبالك يا مس ونجيلك يوم فرحك علشان الكلاس كله يرقصلك. عايزين نفرح بيكي. روحي روحي على مكانك، روحي. احنا قلنا صفحة ايه؟ 13 يا مس. 13 open page 13. الأولها بسم الله والتانية بسم الله. رأيتك رأوة محمد بن عبد الله. تعبت قوي يا ماما، تعبت خلاص، ما بقتش قادرة استحمل. تعبت من كل حاجة حواليا، وتعبت من نظرة الناس ليا طول الوقت. لما البنت ادتني الكارت حسيت كده من نبرة صوتها انها بتعايرني اني لسه انسة. مر قدامي ساعتها كلام ابراهيم وحنان وعبد الخالق وبدراوي، كلهم تعبت يا ماما. انا فضلت ماسكه نفسي طول ما انا في المدرسه، بس اول ما جيت البيت حاسه اني عايزه انفجر. أمل يا حبيبتي، بقى حتة كارت يعمل فيكي ده كله؟ وأنا اللي بقول عليكي شخصية قوية. ما بقتش قويه، ضعفت يا ماما، خلاص ضعفت. بقول لك ايه، ما تاخدي اجازه وتقعدي معايا هنا، نتكلم ونرغي، نتفرج على التلفزيون. انا فعلا قلت لحياة تقدم لي على اجازه. حاسه اني مخنوقه قوي قوي.